Tell that girl I'm gonna slaughter it. قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي، ولو ما بتصليش صلي. يلا بينا على الفيديو. في يوم من الأيام كان في أب قاعد في غرفة الانتظار ومستني مراته اللي بتولد. كان قاعد قلقان ومش على بعضه وخايف لا يحصل لها حاجة. بس فجأة باب العمليات بيتفتح، الممرضة بتطلع من الأوضة باين عليها زعلانة جدا. الأب وقتها فاهم إن في حاجة غلط حصلت، نزل على ركبته قاعد يعيط. بس الممرضة بتقوله بتعيط ليه يا عم؟ ده ابنك ما ماتش لسه، ابنك هبل جوه. الأب بيتصدم من اللي هي بتقوله، بيبص كده قدامه بيلاقي ابنه اللي لسه مولود خارج من أوضة العمليات على رجليه. بيروح له بيقف قدامه، الأب بعدها بيبص له كده وهوب بيغمى عليه، ما بيكونش فاهم أي حاجة. بعد شوية بقى الطفل بيروح على البيت، بيكون عنده قوة خارقة، كان فاهم كل حاجة بتحصل حواليه وزهقان من تصرفات أبوه وأمه اللي مصدعينه. العيلة بتفضل تدور على اسم ليه وبيختاروا له وانج. وانج بقى ما كانش طايقهم في الوقت ده وزهقان من اللي هم بيعملوه، بالرغم من إنه كان لسه مولود كان فاهم كل كلامهم. وفي يوم أبوه وأمه مش هناك، بيجرب قوته وبيتحكم في كل حاجة حواليه. أمه بسرعة تفتح الباب، فأبوه بيرجع يمثل إنه عيل صغير تاني. فتمر بعدها السنين ووانج بيكبر وبقى عنده 6 سنين. كان مرة رايح علشان يشتري اندومي وياكله علشان ديت الوجبة المفضلة بتاعته. كانت المدينة بقى هادية في الوقت ده ورايقة والدنيا تمام التمام. بس فجأة ضفدع عملاق هجم على المدينة، كسر كل اللي فيها. مجموعة من السحرة اللي بيحموا المدينة بيهجموا عليه، بس الضفدع ده كان جامد، خلص على كل اللي قبله، ما عادش فاضي فيهم غير شوية. والأقوى فيهم هو جوي. كان في الوقت ده بيلف حوالين الضفدع وبيدور على أي فرصة علشان يقتله. بس فجأة بيشوف وانج وهو ماشي في الشارع، كان عمال بيفتح كيس الاندومي بتاعه ولا في دماغه الضفدع ده ولا أي حاجة. جو بعدها ولما بيشوفه بيفادي كل هجمات الوحش بسرعة، بيجري عليه علشان يحميه. بس الضفدع بياخد باله، بيهجم عليهم بسرعة. جو بقى بيروح للطفل بسرعة وبيقول له اهرب، ارجع لبيتهم وما تقلقش انا هحميك. وانج بقى كان واقف ومش فاهم حاجة وزعلان على كيس الاندومي بتاعه. الضفدع بقى هو كمان ما سابهمش وراح على المكان ده علشان يقتلهم، كان قرب منه وخلاص هيضربهم عند امك يالا. الضفدع عطاله ضربة واحدة بس كسرت دماغه، اترمى في الارض خسران. والوحش بعدها هو كمان كان بيجمع قوته وخلاص هيقتله. تخيل بقى انه هيقتله ولو السرعة عندي موجودة يا صديقي. لا والله، هوب رجلي لولبية كسرت عظمه. ايوه هات الاندومي بقى علشان ناكله. جو طبعا اتصدم بعد ما شاف اللي حصل، ومونج وابوهم كمان اتصدموا لانهم شافوا كل اللي حصل ده. ايوه كده عرفوا اخيرا قوة ابنهم. وبعدها الاب والام بقى عندهم مهمة جديدة، وهي انهم لازم يخفوا طاقة ابنهم عن الانظار علشان ما حدش يستغله. وانج اصلا كان عارف كل حاجة، بس قرروا انه يسمع كلامهم علشان البر بالوالدين بقى وكده. وبعد مرور 10 سنوات وانج بيكبر، بيروح اخيرا على المدرسة. مدرسته اسمها الفصيل 60 وهي واحدة من اكبر المدارس في المنطقة. وهو داخل على المدرسة كده بيقابله 2 من الطلاب الاكبر منه، بيقولوا له انت شكلك ضعيف قوي يالا، وعلشان كده احنا لازم نحميك. وانج ما كانش فاهم حاجة، بس قال لهم خلاص شكرا. اللي كين قالوا له بس انت عارف ان حماية اي حد مكلفة، وعلشان كده لازم تدفع مصاريف حمايتك. وانج اتصدم شوية من الطلاب، هم كمان اتصدموا، هم بيتنمروا عليه علشان ضعيف وغلبان ولا ايه. وفجأة طاقة نارية بتظهر بتطير الاتنين اللي قدامه. ايوه شون رونج ظهرت، الابنة الاسطورية لعائلة فلاور فونت، بتقول لهم مش عيب عليكم تتنمروا على واحد لسه داخل، طول ما انا موجودة هنا مش هسيب الاشكال اللي زيكم تعمل حاجة. وبتنزل بعدها نزلت الواد ده بكوم الشوك. الكلاب دول بيقوموا لسه هيضربوها، بيعرفوا هي مين فبيسيبوها وبيطلعوا يجروا. البنت بعدها بقى بتتقدم على وانج بكل رقة وبتقول له ما تقلقش، مهما حصل هكون جنبك، انا مش هسيب حد يتنمر عليك تاني. بتمد ايديها علشان تسلم عليه، فراح وانج مطلع 10 جنيه وسايبها في ايديها، وبعدها ساب البنت ومشى. البنت بعدها بتتصدم من جبهتها اللي طارت، والكل كان واقف مصدوم ومحدش كان فاهم هو عمل كده ليه. بعدها كل الطلاب بتتجمع قدام الشاشة ديت علشان نظام الاختبار لدخول الفصول. اللي بيشرح لهم الاختبار ده هو جو، واللي بقى مدير المدرسة ديت بعد حادثة الضفدع. بيقول لهم كل واحد فيكم هيجيب درجة، هيروح على الفصل اللي يناسب درجته. كل اللي عليكم تدخلوا جوه وتعدوا الاختبار ده، والمدرس الصبح هيقيمكم جوه. الطلاب كلهم قالوا له تمام، والطالب الاول بيدخل فعلا على المكان. مش عارف العجوز ده طالب ازاي يا صديقي، بس ما علينا يعني. المهم الراجل بيوصل على مكان ميه ومظلم ومش فاهم ايه اللي قدامه. فجأة النور بيقيد، الراجل بيتصدم وبيرجع لورا بيقع. ايوه اختباركم هيكون على بقايا روح الضفدع العملاق واللي محبوس باختام كبيرة تحت المدرسة. كل اللي عليكم تضربوه بطاقتكم، وصبح هيتولى تقييم عليكم. العجوز بيضرب البوكس هوبا ارجع يلا، جاب 404 وراح على الفصل العادي. الكل بعدها بيدخل بعده وبيجيبوا ارقام عادية لحد لما البطل شين بيوصل وبيقول له اتفرج عليا. بيضرب ضربة بكل قوته ليجيب 938، وبكده
وبكده يقدر يدخل على فصل النخبة. ناس كتيرة دخلت بعده والدنيا تمام. أخيرا بيجي دور الأسطورة. البطلة سون بتدخل على الحلبة وسط تشجيع كل الطلبة، بتجمع كوتا في ايديها وبوم قعدت الضفدع ضربة حركته من مكانه. جابت 2019 وصبحي والطلاب كلهم كانوا مصدومين من قوتها. بتدخل هي كمان على فصل النخبة وكده ما عادش غير وانج بس اللي ما ضربش بقوته، والطلاب كلهم في الوقت ده كانوا بيستهزئوا بيه علشان شكله ضعيف، بس هو ما بيديش لكلامهم أهمية وبيدخل على الحلبة. في الوقت ده بقى كان الضفدع مختوم تحت المدرسة وبيخطط علشان يهرب، فكل لما طالب بيضربه هو بيخزن الطاقة الروحية بتاعتهم وبيجمعها علشان يفك الختم اللي عليه. كان خلاص قرب يفك الختم ويهرب ومستني الأخير علشان يمتص طاقته. في الوقت ده وانج بيدخل، الضفدع بيتعرف عليه. أيوة ده نفس الواد اللي ضربني قبل كده. كان مرعوب منه جدا وعاوز يهرب، بس على فين يا حبيبي؟ وانج بيجري عليه وبيجمع قوته في ايده، بوم بيكسر المكان بالكامل. الوحش كان واقع مهزوم والعداد حتى ما قدرش يقيس طاقته. الطلاب كلهم كانوا مصدومين ومفكرين ان النظام باظ. صبحي بقى كان راح على الضفدع ده ولقاه بيمثل انه مات، وانج بيعرف انه خسر روحه وهرب ومحدش عارف هو راح فين. صبحي بعدها هو كمان بيحكم ان وانج هيروح على فصل النخبة، والواد بيتصدم. بعدها بقى في الفصل كانت عليهم المدرسة دي وبتعلمهم ازاي يستحضروا الارواح. بتخرج لهم روح سمكة كده وبتقول لهم كل واحد فيكم يقدر يخرج روح على حسب قوته. الكل في الوقت ده بيسمعها ومركزين في الدرس علشان هيطبقوا كمان شوية. الدنيا تمام التمام. بعد ما المدرسة بتخلص الشرح بتقول لهم ها مين عاوز يجرب؟ شين اللعبة بيقوم وبيفضل يعمل زي المدرسة، وفي الاخر بيستدعي العصاية دي. الكل بيضحك عليه وبيستهزأ وبيعملوا هم كمان زيه. سون بقى على عكس الكل كانت استدعت هيكل عظم الكلب، والكل مصدوم منها ومن الطاقة الروحية بتاعتها. وانج بقى كان قاعد ومش عاوز يجرب وزهقان منهم، عاوز يروح البيت وياكل اندومي بأي طريقة. المدرسة بقى بتشوفه وبتجبره يستحضر حاجة. الواد قال لها تمام، بيستخدم اقل قوة عنده وبوب بيستحضر الضفدع العملاق. الطلاب كلهم بيخافوا بيطلعوا يجروا من الفصل بسرعة. المدرسة بقى بتستخدم الهيكل بتاع سوني وبتحدفه على الضفدع ده. الاتنين بيندرجوا سوا، الضفدع بيتحول لكلب حقيقي. الكل بعدها بيفرح بالكلب ده وبيحبوه جدا. وانج بقى بيستغل الفرصة وبيخلع من المكان بالكامل وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بيكون موعد الانتخابات لرئيس الفصل، وعلشان كده كل شوية طلاب بيحاولوا يجمعوا اي حد معاهم علشان يضمنوا انهم هينجحوا في الانتخابات. سون بقى كانت عاوزة تشغل دماغها علشان تخليهم ينتخبوها بالعافية. في الاول اشترت كل البضاعة الموجودة في البقالة بتاعة المدرسة، وبعدها قالت لهم كل حاجة النهاردة ببلاش. شوية من العيال اتعصبوا منها وقالوا لها انت علشان عيلتك غنية هتخلينا ناخد ببلاش وننتخبك. انا مستحيل اعمل كده. البنت قالت لهم براحتكم، اللي عاوز ياخد حاجة ويصوت لي يتفضل، واللي مش عاوز ينتخبني برضه عادي. خد بس اللي انت عاوزه وامشي، انا مش هجبركم على حاجة. العيال وقتها بتفرح ولكن لسه قلقانين برضه. وقتها وانج بيقول لها انا هاخد 5 اندومي واصوت لك 5 مرات. البنت قالت له تمام واخدهم فعلا. الطلاب كلها بعد ما شافوه عملوا زيه وخلصوا اخدوا كل اللي هم عاوزينه، وده اللي سون كانت عاوزاه. فبعد ما بياخدوا هدية منها هي بتنطق جملة كده بتفعل تعويذة الإغواء، وأي حد طاقته أقل من طاقتها خلاص بقى معجب ليها وهينتخبها بالعافية. يا بنت اللعيبة ده ايه الدماغ دي؟ طبعا البنت كانت فرحانة جدا ومش مصدقة نفسها وبتقول كل ده بسبب وانج، أنا لازم أشكره. بتلاقي بعدها الحارس بتاعها ده بيقول لها وساب لك الحباية ديت كهدية على حسن نيته، وساب المكان ومشى. بس ايه الحباية ديت وهو ليه سابها؟ دي عبارة عن حاجة كده أمه عملتها له، بتستخدمها علشان تقلل من قوته وما تظهرش قدام الناس. ليها طعم حلو طبعا بس بتقلل الطاقة الروحية لأي شخص لأقصى درجة. وانج طبعا كان عطيها لسون علشان يشكرها حق ما أخد الأندومي بتاعها وما يكونش أخد منها حاجة ببلاش، وما كانش في دماغه أي حاجة. المهم دخل على الفصل والكل كان على راسه علامة الإغواء لسون إلا وانج ما كانش على راسه أي حاجة. البنت بقى كانت مستغربة علشان ما فيش حاجة على راسه وبتقول هو إزاي عمل كده. في الوقت ده بقى المعلم بيدخل بيبدأ يشرح لهم مهارة الإغواء. أيوة هي ديت نفس المهارة اللي سون عملتها واتحكمت في الطلاب. المدرس بقى قال لهم منذ قديم الزمان كان في حاكم كبير جدا كان ليه ملك كبير جدا وعاوز انا وحاسس انه لو عين اي حد هيخونه، فعلشان كده بيتوصل لحل وبيقدر يبتكر تعويذة الاغواء ديت. فبعد ما بيجمع المستشارين بتوعه بيدولهم هدية، بعدها بيطبق التعويذة عليهم. التعويذة بتنجح ومحدش بيخونه بعدها، بس علشان التعويذة ديت تنجح بالكامل لازم يكون الشخص التاني ما ادالكش هدية هو كمان او طاقة روحه اعلى منك، والا التعويذة هتترفض. وانت بقى بيسمع الكلام ده وبيفرح جدا علشان ادى هدية لسون. البنت بقى كانت مستغربة نظراته دي بس حاسة انه معجب بيها
لها، وونج بقى لما شافها قلق وخاف لا تكون ما اخدتش الحبايه. قعد يشاور لها والبنت طلعتها، بيقول لها بالاشاره كده الحمد لله انك اخدت. البنت ما فهمتش حاجه وفكرته بيقول لها كليها. هوب اكلتها. الحبايه مفعولها بيشتغل، طاقتها الروحيه بتقل، وفجاه كل التاثيرات اللي على الطلاب بتختفي، وده لان طاقه شون قلت جدا. صبحي بقى كان واخد باله من اللي وانج عمله وفرحان جدا بيه. بعدها المدرس بينده لشون وبيقول لها انت اشطر واحده هنا، تعالي يلا وقولي التعويذه. لسه البنت رايحه علشان تقولها وفجاه بتدوس على علبه كنز وكانت خلاص هتقع، ووند بسرعه بيلحقها وبيقول لها خدي بالك. المعلم بعدها بيقول له طالما هي مش قادره تقع فقول انت بدلها يا عم. الواد بيقول التعويذه فعلا، طاقته بتجتاح المكان بالكامل. بعدها المدرس بيعجب بيها اكتر وبيختار رئيس الفصل بنفسه وبيرشح شين بدلها. اليوم بيخلص والكل فرحان، بس سون مش فاهمه هو ايه اللي حصل. بعدها صبحي بقى بيرن على جو وبيقول له زي ما انت متوقع بالظبط، وانج ده شكله جامد وهو اللي الغى التعويذه بتاعت سون ونجح في اتقانها من مره واحده. جو بيقول له ما لازم، ده هو المعلم بتاعي. وبعدها تنتهي المكالمه. المهم بقى لحد هنا بيخلص الجزء بتاعنا.